اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. الكوسه من الاكلات الجميله اللي دايما بيكون فيها غذاء وفيها يعني فيها كميه غذاء كويسه، خصوصا لما بتكون محشيه لحمه. فتعالوا نحشيها النهارده مع بعض لحمه بطريقه جباره، زي ما بيقولوا كده شيخ المحشي، بس دي بطريقه سهله وبسيطه من غير تكلفه ومن غير ان انت تعملي خزعبلات فيها، يعني حاجة كده بسيطة وخفيفة. تعالوا نعملها مع بعض ونشوف عملناها ازاي بأسهل وأخف طريقة ممكن تشوفها في حياتك. يلا بينا، يلا بينا. أول حاجة كده هنعملها مع بعض ان احنا هنعصج لحمة، لأن احنا هنحشيها لحمة كده ونخليها ايه، متظبطة. هي كده أساس الوصفة ان انت تحشيها لحمة. هحط أول حاجة كده البصل واحط عليه مادة دهنية واسيبه يتشوح دقيقتين، وانزل عليه طبعا بقى بالبهارات بتاعتي، باللحمه بتاعتي، بالحاجات اللي ايه اللي انا حابه احطها. وطبعا انا بحب ان انا اغذي نفسي بقى، فبحط عليها جزر وفلفل فرمتهم في الكبه بعد البصل على طول، علشان ايه انزل عليهم كده على طول. هحط بس اللحمه الاول، اخليها تتفكك الاول لحد ما تبقى معايا بالشكل ده، وهنزل عليها بالملح وفلفل اسود. وكمان لو حابه تحطي بهارات تانية حطي، بس هي كده بس كده فلفل اسود وملح. انا بقى ايه حبيت ان انا ازودها حاجه بسيطه خالص، فحطيت رشه صغيره خالص من البهارات المشكله، ونزلت كده بالجزر والفلفل اللي انا فرمته في الكبه، وبس كده سبتها بقى تستوي. وتعالوا مع بعض نجهز الحاجات اللي هنستخدمها بعد كده. اول حاجه معايا كده لبن، نزلت عليه بمعلقه واحده بس دقيق، بس حبيت فلقيته هيكون خفيف، فايه زودت تاني، ونزلت عليه كده بمعلقه بكوبايه زبادي. هدوبهم بقى علشان اركنهم على جنب، علشان لما اجي اولع بقى البوتاجاز يبقى اولع كله مره واحده. الجو حر والدنيا بصوا، ما الواحد مش عايز يولع البوتاجاز اصلا بسبب حراره الجو. فهدوبهم بقى، اجهز بقى الحاجات بتاعتي كلها عشان لما اولع البوتاجاز اولعه مره واحده وخلاص. وهقطع معايا كمان آه نعناع و وتوم، هقطعهم كده اخليهم ناعم كده، افرمهم كانهم مفرومين ناعم خالص. لو حابه تفرمون في الكب افرموهم، بس انا لقيتها مش محتاجه فايه فرمتهم كده بايديا على السكينه على البلانشه. هحطهم بقى في طبق واركنهم على جنب. انا بس بجهز الحاجات اللي انا هستخدمها في الاكله بتاعتي النهارده. والنعناع والثوم من الحاجات المهمه فيها. هنا بقى اللحمه بتاعتي استوت، وكمان كانت مقوره الكوسه تقوير تخين شوية، يعني مش شايلة كل اللحم اللي جواها. بس سبتها الاول شويه بردت، وبعدين جيت ايه قلت بقى محشيها. اول ما اللحمه بتاعتي بردت فامسكها احشيها كده واضغط على اللحمه، لانها اللحمه مش هتزيد ولا اي حاجه، اللحمه مستويه وكل حاجه فيها تمام. انا هضغط عليها كده، هدخل اللحمه المتعصجه فيها واضغط عليها، بحيث ان انا ايه اضغط عليها كويس واملاها كويس. هنا خلصت حشيه تمام. حطيت بقى زيت على البوتاجاز عشان هقلي الكوسة، ومعايا طاسة تانية حطيت فيها معلقتين بصل كده او بصلاية صغيرة خالص، وكمان فصين توم شوحته عشان اشوحهم، وحطيت عليهم مادة دهنية. وانا بحمر الكوسة كده هنعمل معانا الصوص الابيض اللي احنا هنحط فيه الكوسة. بتتشوح معايا طبعا، هنزل عليها بملح وشوية فلفل اسود. ده بس مش اكتر من كده. حابه ان انت تضيفي بهارات تانية حطي، انا ما حطيتش غير دول بس. وهنزل بقى باللبن اللي انا دوبته بمعلقه الدقيق، وكمان علبة الزبادي اول ما يتقل معايا، عشان انزل معاليهم بالكوسه بتاعتي عشان تكمل سواها جواه. بس طبعا الكوسه بتاعتي لازم تاخد لون يكون جولد كده خفيف، ما يكونش تقيل عشان ما يمررش معاكي الصوص. هنا بقى حسيت ان الصوص هيكون شوية على الكوسة بتاعتي، فزودت كمان معلقة دقيق، وكمان هزود لبن علشان تبقى الصوص معايا كتير ويكون الكوسة بتاعتي متغرقة فيه. بس طبعا بقى انا بفضل اقلب فيه لحد ما يتقل معايا زي البشاميل بالظبط. حابة تضيفي، انا مش هضيف اي حاجة تانية عليه غير كده بس. شايفين الكوسة بتاعتي ابتدت تاخد لون اهي، هو ده اللون المطلوب. انا مش هضيف عليه اي حاجة تانية، لا هضيف قشطة ولا هضيف جبن موتزاريلا ولا هضيف آم، كريمة، هي كده وبس. هطلع بقى الكوسة اللي تتحمر اطلعها، علشان انزل بقى بقية الكمية بتاعتي علشان تتحمر كلها لحد ما البشاميل بتاعي او الصوص بتاعي تقل.
هنزل بقى عليه ويغلي كده، هنزل عليه بقى بالكوسة بتاعتي واحدة واحدة كده واغرقه كده فيها. وبص بقى ريحته جبارة وطعمه تحفة، وخصوصا لما تحط عليه التوم بالنعناع. بس طبعا بقى النور قطع وعملها معايا فمعرفتش ايه، والكوسه خلاص فاضل لها 5 دقايق وتستوي، ولازم ان انا احط النعناع بالثوم قبل ما تستوي ب5 دقايق على الاقل. فطبعا اتصرفت وولعت الكشاف كده وعشان تشوفوا انا عملت ايه. فحطيت بقى النعناع بالثوم. بس ريحته بقى ايه كانت جباره هنا اول ما حطيته ابتدت تغلي كده. بصوا كانت جباره، غطيت عليه كمان دقيقتين 5 دقايق لحد ما استوى. شايفين الجمال؟ تحفة تحفة، والصوص جميل جدا ورهيب. تعالوا بقى نشوفه بعد ما خلص. حاجة كده في منتهى الجمال، طعمه تحفة، وكمان حاجة وهم كده طعمها جميل، وخصوصا كمان لما بردت. هنا هي سايلة لان لسه منزلاها من على النار حالا، لكن لما تسيبيها كمان 10 دقايق بس تهدى هتبص تلاقي الصوص كمان تقل، وكمان طعمه بقى اروع. حاجة كده ممتازة. بس احنا كنا جعانين قلنا لا ناكل الاول. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ سمسم عشان يوصلك كل فيديوهاتي، وكمان ما تنسونوش في كومنت لذيذ من كومنتاتكم الجميله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. تعالوا بقى ندوق ونشوف طعمها جبار الصراحه، طعمها في تحفه مستويه، وكمان طعمها تحفه. انا عملت معاها رز بشعريه، لو حابه تعملي معاها اي حاجه تانية ممكن تعملي معاها رز ابيض عادي، ممكن تعملي معاها مكرونه. بس هي مع الرز بشعريه تحفه وطعمها يجنن. شايفين من جوه عامله ازاي، متشربه من الصوص كده وتحفه، والصوص بتاعها روعه طعمه يجنن. يلا بقى جربوها وقولوا لي رايكم ايه في التعليقات، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. تحفه تحفه تحفه. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد، ويلا باي.